في الصفحة الرياضية، فريق الرجاء البيضاوي لكرة القدم لن يواجه فريق بوكا جونيور الأرجنتيني في 21 من الشهر الجاري. هذا ما أعلن عنه المكتب المسير للنسور الخضر، والذي تحدث عن تأجيل المباراة وليس الإلغاء. روبورتاج هشام بهلوان والتحرير لسارة إيجابي. بعد أن كان قد تأكد رسميا مواجهة الرجاء البيضاوي لبوكا جونيورز الأرجنتينية في مباراة ودية وتكريمية لعبد المجيد الظلمية، اختير لها كتاريخ 21 من الشهر الجاري. خرج مساء أمس المكتب المسير للرجاء من أجل الإعلان عن تأجيل اللقاء الودي لتاريخ غير محدد. الندوة الصحفية التي نظمها مسؤولو الفريق الأخضر بحضور ممثلين عن الشركات المكلفة بتسويق المباراة، ندوة أكد من خلالها المنظمون أن اللقاء لم يلغى وإنما تأجل لسبب محدد. كان غير بسبب التذاكر تاع الطائرة، ما مكناش نحجزوا واحد 45 تذكرة في الفي اي بي بالنسبة لبوكا جونيور، واضطرينا باش نأجلوا اللقاء إلى موعد لاحق إن شاء الله عز وجل. مسؤولو الفريق لا زالوا مصرين على كون استضافة فريق ريدي كوباس لا زال قائما، وأن ندوة صحفية من المنتظر إجراؤها في الأيام القليلة المقبلة سيتم فيها الإعلان عن التاريخ الجديد للقاء الرجاء والبوكا. لقاء ودي يدخل في أجندة استعدادية عالمية سيبدأها الرجاء بمواجهة فرانك فاروس المجري ثم فريق نيس الفرنسي، في انتظار تجديد تاريخ مباراة بوكا جونيورز وتوقيف الجلبة التي أثيرت حول الموضوع، خاصة في خضم تسابق بين الرجاء والوداد من أجل الظفر بحق إجراء المواجهة.